السلام عليكم جيش ابو القاسم. يوم فديت ايش قد اشتقيت بعد غياب كثير على اليوتيوب. رجعنا لكم وباذن الله احاول اني ما اقطع، يعني يوم اي يوم لا. دائما اوعدكم اني ما اقطع فيديوهات على اليوتيوب، بس عم اخلف بوعدي. شو راح نحل هي المشكله؟ حساب الانستغرام موجود بالوصف. ظلوا ذكروني يا جماعه، تعالوا على الانستغرام قولوا لي ها حمودي وين غايب. طبعا انا احب اولا اتشكر متابعينا العراقيين. انا نزلت فيديو على التيك توك بعد غياب فتره طويله، تفاجأت بالتعليقات. راح اسوي فيديو كامل عن هذا الموضوع. كل الفيديوهات يقولوا لي حمودي وين غايب، حمودي اشتقنا لك، حمودي صناعة طفولتنا، حمودي انا كنت متابعك من كان عمري 16. حمودي يعني انا صار لي زمان ترك اليوتيوب، بعدكم تذكريني. والله العظيم انكم المتابعين الوفيين، جمهوري العراقي. تحياتي لكم، تحياتي لكل اللي عم يتابعني. اليوم عندنا شاب عراقي عم يبعث لي كثير على الانستغرام اسمه فيصل، تمام؟ عم يسوي مقالب بمشاهير التيك توك وعم يفاجئهم بصوته الجميل. راح نشوف انا وياكم ردة فعلنا على هذا الموضوع. وصلتني فيديوهات كثير، راح نشوف بعض الفيديوهات. حطوا لنا لايك، اشتركوا بالقناه فضلا وليس امرا. وحاليا نقول لكم ليتس جو. اوكي، يمكن هذا الممثل العراقي شايفه انا صح؟ يمكن ما اعرف، خلينا نشوف. باكر عقب باكر جايك للبيت، وقت فرغ لي روحك حتى حاجيها. لا تقل لي القبر والجبن والتابوت، فكرة موتك ما مقتنع فيها. ولك عديل وتظل عديل، عدل وتظل عدل، لا تندفن مرتين. يا محبوب عيني وما يسوى جيها. هدوم السود يا من رحت قصيت. طبعا هاي شاعرنا الكبير اصيل. هدوم السود يا من رحت قصيت، ولا مرة بكلام عليك قصيت. اذكر مرة صورة والله صورة والله صورة، هي صورة. اذكر مرة صورة وياك قصيت. هاي بجيبي والله، هاي بجيبي شايلها وياي. ولك ركز بالقبور المال هنزاير، واقعد ويا روحك واصبر الباجور. هذا انت وكشختك والعطر والحيل، تاليتك مثلهم تكسر الخاطر. مو ربعك اخوانك زين اذا ذكرك، والله مو ربعك اخوانك زين اذا ذكرك. مكانك فارغ وديوانهم عام، شما دارت سنة. ركزوا يا بشر، ركزوا ركزوا. شما دارت سنة زوارك يقلون، وقبرك يتيهون بيا فرح صايون. اخ ويله 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 ويله. يا جماعه طبعا الشاب الموجود معاه انا متاكد هم اثنين عراقيين. اسمه فيصل، مسمي حاله يمكن على التيك توك مثل ما انا منتبه على الاسم فصيص او شيء. يلعبون جولات، يسوي مقالب بيهم انه هو مصري. طبعا لا تركزون على التسريحه. اللي صدمني اكثر شيء بصراحه، خليني اضحك عليكم، قاعد تشوفيني انت، قاعد تشوفني انت، حاطط لايك، تاكد حاطط لايك. يا اخي خلينا نرجع للمحتوى. تقييم الاصوات، انا العراقيين ما اقدر اقيمهم. ليش؟ اولا انهم معروفين بالاصوات، الحنجره الذهبيه، صاحبين الحنجره الذهبيه. يا اخي تحس انه مو بس عم تسمع باذنك، تحس يا اخي قلبك دخلوا باذنك. يعني ما اعرف الاحساس، المشاعر، ايش بيه قصه قديمه حزينه ناسيها، ايش بيه ذكريات، كلها ترجع بس تسمع صوت العراقيين. تقييم اذا قيموا 10 من 10 اكون ظالمه انا، اذا قيموا مليون اكون ظالمه. يتجاوز حتى التقييم، اقسم بالله ابداع. لحظه، بدون ستيريو، بدون استوديو، بدون اتوتيون، بدون تعديلات صوتيه، بدون مؤثرات، امكانيات بسيطه، سماعه بسيطه. شوف هذا الصوت. ايش ما بالك لو انه كل شيء هذا عم يستخدمونه الفنانين هالايام للاسف، اللي مسمين حالهم فنانين، اللي هم كله اتوتيون ومؤثرات صوتيه. ايش ما بالك لو هو يستخدمها؟ يا الله.
خلونا نشوف المقطع الثاني. الله. الله عليك. خايب انا خايب انا خايب انا خايب انا ورم اتمنى ارجع طفل واركب. الله. اوف ما شاء الله. اتمنى ارجع طفل واركب ورمي وتيهم وتطلع تدور علي. اوي 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 اي اي. يوم قلب ينبض محنة ويوم سوالف دافية ويوم دمع يجري على كل شي الجنة حضرك غافية. الله. الله عليك. انا تغربت والله تغربت اتغربت يا يما بادي وبالغرب شفت العجايب وصبت الدنيا على راس اشكال واصناف المصايب. الله. الله. هذا مش الجوال اللي فيه. ما بيها حلو بحلمي اتعس انسان بهذا جيلي بالضيم يخلص قوة ليلي متعوب قد ما اقول ويلي حاير بوجهي وانا ديره ويا حيرة بس شلون حيرة تايه وادور لعنة ديره ضايع صفيت بلا عشيرة انا مسلول سلتني الجقايو الله. وكل يوم اقول انت تقضي باكر تفكيري كان تفكير عاتر كسلان بس بحزن شاطر. بلا تدري شو يقول لك؟ يقول لك هذا الحزن شريد مني ايه. انا هذا الحزن شريد مني احد حكالك شغله عني شقلونك بعاشور غني معقوله تعشق صوت وني. الله. اللي عجبني بالموضوع بصراحة انه الصوت الاغنية يخلص من اغنية يفوت باغنية ثانية. فهمتم علي؟ بقرار بجواب يلعب بالاحاسيس. اقسم بالله ما اعرف شو اقول. بجزء ثاني راح يكون تحدي بين بحثوا كثير مقاطع على الانستغرام بين شاب سعودي عرفتوه خميس اسمه ما ادري شو اسمه خميس كذا ما اعرف وفيصل العراقي. راح يكون هذا التحدي. اذا هذا الفيديو وصل 2000 لايك راح ننزل الجزء الثاني لانه بصراحه انا محتوي قديما كان تقييم اصوات. انا من النوع اللي احب استمع واصقي للاغنيه. اذا لاحظتم ما تكلمت بالفيديو ما احب حتى يتكلم لما يكون حدا عم يغني. نسمع للاخير ونعطي التقييم. اعطونا تقييمكم انتم بالتعليقات. تحياتي لفيصل تحياتي للعراقيين صاحبين الحنجره الذهبيه معروفين بالعالم اجمع. مرة ثانية أقول لكم أنا أعتذر على الغياب. أحاول قدر المستطاع يوم يوم لا أنزل لكم فيديوهات. كان معكم حمودي جيش أبو القاسم. السلام عليكم.